السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده نعمل طبق الكبده الاسكندراني ده بطريقه جميله وسهله. اللهم بارك، طلع طعمه تحفه. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هنا معايا معلقه سمنه على معلقتين زيت كده شويه صغيرين، وهنزل عليهم ببصلايه كبيره مقطعها قطع صغيره، وهشوحهم مع بعض. يا دوبك كده انا عايزه البصلايه بس ايه، تدبل كده وتاخد اللون الاصفر الفاتح. عندك ليا حطي، ما عندكيش مفيش مشاكل، او ما بتحبهاش ما تحطيش. انا هنا كان عندي حته في التلاجة جبتها وقعدت ايه، قطعتها كده قطع صغيره، بتديها طعم وريحه جميله. هفضل كده اقطعها كده لحد ما تشوح مع البصل بالمره كده، وبعد كده هنزل بالكبده. معلش انا غبت عليكم كده شويه، بس كان في ظروف، الحمد لله انها عدت على خير. خلاص كده هقطع بقى فيها كده لحد ما اخلصها كلها وتتشوح مع البصل. انا هنا غسلت الكبده، بس عصرت عليها بقى ليمونتين وسبتها ايه منقوعه بالليمون في المصفى، يعني بحيث تصفي ايه الميه اللي فيها. وهقلب كده، هوسع عليها بس كده البصلايه كده. انا تمام البصلايه عايزاها كده يا دوبك تدبل بس كده، وهوسع كده الجزء دوت وهنزل بيها بالكبده. بس مش هقلبها في الاول، هسيبها بس تاخد صدمه كده، وبعد كده هقلبهم مع بعض. هسيبها كده مع نفسها كده يا دوبك تاخد بس تتشمع كده، وبعد كده هقلبهم بقى كلهم مع بعض. تمام كده. هو الليمون بيخليها ايه، ما يبقاش فيها زفارة، يخلي ريحتها حلوة. انا هقلبها كده في الوسط كده بس كده مع نفسها مع السمنة كده، لحد بس ما ايه تغير لونها كده، واروح مقلبها مع البصل. انت ممكن برضو تديها هي صدمة لوحديها في طاسة لوحديها، بس انا عملتها كلها مرة واحدة، والبصلة تخليها لوحديها. بس انا ايه قلت يعني استسهلت، يعني مش هكدب عليكم. خلاص كده خدت لون، واروح مقلباهم بقى مع بعضيهم، واسيبها هي والبصل بقى على البوتاجاز كده مع بعض، بس مهديه النار، ما تعليش النار، بحيث تاخد سواها حلو وتستوي بالراحه كده، ما تتحرقش منك. هسيبها كده مع نفسها، واحط لها بقى شويه الملح ده على حسب راحتك انت، وهنزل بشويه فلفل اسمر وشويه كمون. عندك بهارات لحمه حطي، ما عندكيش مفيش مشاكل. بس كده، وهقلبهم كده مع بعضيهم، وهسيبهم بقى برضو على النار. وشويه كزبره ناعمين برضو نص معلقه، ما تكتريش. اقلبهم كده مع بعض واسيبهم كده ايه لحد ايه ما يستووا الاتنين مع بعض، البصل والكبده. هنا برضو كنت مخرطه قرنين فلفل رومي على قرن حامي ومحضراهم، يعني كنت محضره كل حاجه كده اهو. عايزه تحطي فلفل حامي حطي، مش عايزه براحتك، احنا بنحبها سبايسي. هتحطيه وتقلبيهم مع بعض، وتسيبيها كده برضو مع نفسها كده هي والبصل والكبده. وبرضو في حبيتين طماطم مقطعاهم، برضو غسلتهم وقطعتهم قطع صغيرة ومخليهم على جنب. برضو الطماطم بتخليها مسكرة كده وطعمها جميل. هي كلها ما خدتش 10 دقايق العمايل يعني. وحطيت شوية بطاطس على العين التانية احمرهم جنبيها، وشوية مخلل بقى اللي عندك موجود حطيه. هنا بقى المعلقة ديت السر اللي هيخلي الكبدة تروح في مكان تاني خالص. التوم المهروس، معلقة توم مهروس كده، كام فص دقتهم وحطيتهم عليها، بيخلي ريحتها وطعمها في مكان تاني خالص. اللهم بارك، مش قادرة اقول لكم على طعمها وريحتها. ريحتها كانت خطيرة، والطعم ما شاء الله. وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة، وربنا ما يحرمني منكم.